نعمل النهاردة مقلاية كبدة طعمها تحفة تاكلي صابعك ورا. هنجيب الكبدة بتاعتنا وهقول لكم دلوقتي انا غسلتها ازاي وانا بتبلها. هنتبلها ملح وفلفل اسمر وشوية كمون وشوية كزبرة، وهنحط عليها رشة توم صغيرين، ونعصر عليها ليمونة كاملة ونسيبها في التتبيلة شوية. الكبدة ما بتتغسلش ولا بتتنقع كتير في المية، الكبدة بتتشطف بشوية مية وخل على السريع خالص. يعني انت تحط شوية المية والخل وتحطيها وتشطفها بسرعة وتشيلها، وانا بجيبها سليمة مش متقطعة، يعني بشطفها وهي سليمة وبعدين انا اللي بقطعها، وبقطعها شرايح رفيعة خالص، فعشان كده بتغسلها بسرعة جدا بمية وخل عشان هتشرب منك مية، وهتيجي تطبخيها هتنزل منك مية وهتعمل ريحة مش كويسة او ريحة زفرة. عصور عليها ليمون كتير جدا، وقلبها بقى في التتبيله بتاعتها ديت. لو اول مره تتابعوني مطبخ سعاد اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. ونقلب كويس بقى. انا كنت مقطعاها وهي متجمده شويه عشان كده تحسي انها مفكتش قوي. انا عايزه اقول لكم احلى طريقه لتقطيع الكبده ان انت تجيبها سليمه وتجمديها شويه، هتقطعيها باي طريقه اللي انت عايزاها. والشطفه السريعه ما نزلتش ميه خالص ولا اي حاجه، مقطعه رفيع خالص اهيت، كلها نفس التقطيعة عشان تتشوح منك بسرعة، هي بتاخدش وقت. نقلب كويس جدا عشان كل البهارات تدخل فيه، نسيبها على جنب. نقطع معانا بقى شوية بصل كتار كده، ولو عندك فلفل عايزة تحطي فلفل قطع احمر. يلا نعمل بقى ايه السحر بتاعنا ونقطع البصل والفلفل في ثانية. 1 2 3 قطعنا البصل والفلفل، عايزة تحطي فلفل بيحرق حطي، ما عندكيش حطي اي فلفل الوان، بس بصراحة الكبدة بالبصل في حتة تانية خالص. نقطع بقى 3 4 بصلات كبار، واول ما الزيت يسخن ننزل البصل بتاعنا ونسيبه بقى لحد ما نبدأ يدبل، نحطه في جنب كده ونحط الكبدة ننزلها جنبه، وما نقلبش يعني ايه، ما تقلبوش. السر اللي هيخلي معاكي الكبده طالعه جميله جدا وحلوه جدا ومش ريحتها زفره ولا اي حاجه ان انت ما تنقعهاش في ميه وليمون وملح وتنقعي الكبده ما تنقعش الكبده بتتنقعش في ميه وتتغسل، هي بتتشطف على السريع بميه وخل على السريع خالص. اول ما الكبده بدات تنشف من تحت نقلب بقى كله، وما نزلتش ميه خالص عشان ما قلبناش فيها كتير. ونبدأ بقى نحط كله مع بعضه ونقلب بالراحة. وطبعا مفيش بهارات تاني، خلاص البهارات اللي احنا تبلنا بها الكبدة في الاول خالص كفاية. بدأت تنشف هنزل بالفلفل. انا عايزة اقولكم ان دي احسن طريقة تعملوها بيها، طعمها تحفة تحفة. ومش ضروري توم بس، ممكن تحطوا بصل، يعني لو انتوا حابين تحطوا توم وبصل حطوا توم وبصل. انا بحب احطها بصراحة ببصل كتير، مش بحب احط فيها توم، بحط فيها توم باودر. طعمها رهيب رهيب رهيب، يعني مش عايزة اقولكم ما نزلتش اي مية واستوت بسرعة جدا. مع عيش بلدي بقى في سندوتشات وبطاطس وشوية طحينة صغننين كده. بألف هنا وشفا على قلبكم، وشكرا ليكم عشان كملتوا الفيديو للآخر، واشوفكم تاني في مطبخ صاعد.